يواصل المنتخب المغربي عروضه القوية المستمرة في الملاعب منذ كأس العالم قطر 2022، وفاز على منتخب البرازيل في مباراة ودية جمعت المنتخبين يوم السبت الماضي في مدينة طنجة المغربية، ليؤكد من جديد أنه مستمر في تقديم الأفضل بقيادة المدرب الشاب وليد الركراكي. وبعد فوزه على منتخب البرازيل 2-1 في المباراة الودية الأخيرة، باتت انتصارات منتخب المغرب الأخيرة جميعها على منتخبات من العيار الثقيل تحتل المراتب المتقدمة في التصنيف العالمي الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم. فما هو تصنيف المنتخبات التي فاز عليها المنتخب المغربي وجعلها تعاني أمامه؟ البداية كانت في كأس العالم قطر 2022 عندما بدأ المنتخب المغربي رحلته بإحراج وصيف بطل العالم منتخب كرواتيا والتعادل معه وحصد نقطة مهمة ساهمت في وصوله إلى الدور الثاني بعد ذلك، وكانت هذه شرارة البداية التاريخية للمنتخب العربي الذي صنع التاريخ في البطولة العالمية آنذاك. وبعد ذلك تفوق المنتخب المغربي على منتخب بلجيكا المصنف الأول خلال كأس العالم والمصنف الرابع حاليا في التصنيف العالمي، وبعدها فاز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي المصنف 9 في العالم وكان مصنفا 7 خلال بطولة كأس العالم. وتابع المنتخب المغربي عروضه القوية وهزم هذه المرة المصنف الأول عالميا منتخب البرازيل، وهذا يعني تفوقه على 4 من أول 10 منتخبات في التصنيف العالمي الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم. ويبدو أن المدرب وليد الركراكي نجح في بناء واحد من بين أفضل المنتخبات العالمية حاليا، والتي سيكون لها شأن كبير في البطولات القارية والعالمية القادمة.